نزال من العيار الثقيل. خصمان يحملان من الألقاب ما يكفي لملء صفحات كاملة من التاريخ. الفتى الذهبي والبطل العالمي ابن المغرب بدر هاري في مواجهة العقرب الأحمر البيلاروسي أليكسي إغناشوف. 3 جولات بالتمام والكمال، عيون الحضور وتعليمات المدربين. منذ الجولة الأولى دخل بدر هاري قاسيا، واعتمد على تسديد اللكمات القوية تارة وعلى الضربات بالقدم تارة أخرى. أما الجولة الثانية فلم تكن أقل حدة، وعلى ما بدأ أن بدر كان ينوي إنهاء النزال مبكرا بالضربة القاضية، لكن الرياح جرت بعض الشيء بما لا تشتهي السفن، فمنازله البيلاروسي صاحب السجل الطويل لم يكن بالخصم السهل، واستطاع تحمل الضربات القوية حتى نهاية الجولة الثانية. المرحلة الأخيرة من النزال كانت مرآة لسابقتها، حاول خلالها بدر هاري إسقاط خصمه العنيد الذي وقف عاجزا عن توجيه أي ضربات واكتفى بالدفاع فقط. الحمد لله كلشي داز مزيان، بريباراسيون داز مزيان، الحمد لله كلشي فيك مزيان، والعقليه ديالي كانت مزيانه. شحال هادي كانت شويه مديرونجا باش ندوز، ولكن دابا هو هذاك الحمد لله. هو ماشي زعما هو ماشي سهل، هو زعما داك الشوط المطورين اللي كاينين في هذه الرياضه ديالنا، وواحد ما خصوش يفورسي، فهمتيني. حاولنا ولكن ما عطاتهاش، ولكن الربح هو كلشي. ومع نهاية النزال صب قرار الحكام بالإجماع لمصلحة بدر هاري ليفوز بالنزال بعدد النقاط وسط تحية كبيرة من الحضور الذي قدر عدده بنحو 10,000 شخص. كلمة الحسم الأخيرة بعد نزال قاسم وحامل وطيس كانت النجم العالمي بدر هاري ابن الصحراء المغربية عاد بقوة لنزالات الأسطورة. عبد الجواد الروج من مجمع الفيسك الرياضي أرتي.